بعدها بيرميه ليون على الأرض، واللي بتعمل كرة ضخمة سوداء، واللي يمكنها فصل العالم الخارجي عن ما يحصل في الداخل، واللي بيخلي الناس غاضبين من هذا الأمر لأنهم عايزين يشاهدوا القتال. وبعد ساعة بيكون في شخص على وشك الخروج من الكرة السوداء، وبيكون الناس متحمسين جدا يعرفوا مين اللي هيخرج الأول، ولكنهم بيتفاجئوا لما بيشوفوهم خرجوا مع بعض. وهنا بيضحك ليانج قائلا: من الممتع الكتاب بالمسدسات والسيوف في العالم الحقيقي. بيرد عليه يانج: ومين هيقول غير كده؟ وهنا بيسألهم الناس عن الفائز، بيقول لهم بطلنا ومن يعلم. وبعدها بنشوف ليون ويانج وهم قاعدين مع بعض وبيتنفسوا بصعوبة، وبيقول ليون لتانج: أنا قتلتك لمدة طويلة ويجب أن أحصل على شيء في المقابل. بيرد عليه تانج قائلا: أنت قصدك عشان جيت معايا وأنت مستمتع بالأمر بوضوح. بيقول له ليون: لا تكن بخيلا، وأنت عارف إن تقوية نسل الجليد مكلفة جدا، وعلى أي حال عيلتك غنية. بيرد عليه تانج قائلا: أيها الوغد، توقف عن ابتزازي، ولماذا أعطيك المال؟ لأن عائلتي غنية؟ وهنا بيضحك ليون، فبيقول له تانج: أعتقد إنك لازم تذهب للبرج ويسمى برج المجد للمحاولة فيه. بيستغرب ليون وبيسأله عن ماهية برج المجد. بيرد عليه تانج قائلا: إن تم بناء برج المجد من طرف تحالف نقابة المتدفقين، وهو يضم 108 طابق، ومن أجل التقدم يجب على المتحدين هزيمة الوحوش البعدية المتواجدة في كل مستوى، وكل ما صعدت في المستوى تصبح الوحوش أكثر قوة. بيرد عليه ليون وبيقول له إنها تشبه لعبة لعبها قبل كده، وإذا نجحت في التحدي فهتحصل على شارة البرج، واللي يمكنك استبدالها بعدة جوائز. وبيكمل تانج كلامه وبيقول له إن الطريقة اللي هتخليه غنيا بين إيده دلوقتي، والباقي يعتمد عليك. وبيقول ليون مع نفسه: برج المجد، ولو عندي وقت هذهب لهناك وأحاول. وهنا يأتي الأخ الأكبر وبيقول لبطلنا: إزاي أنت جالس هنا واحدا بإصابة كهذه؟ وهل دخلت قتال؟ وبيكمل كلامه قائلا: إن بعد أيام قليلة حصن تيان يو هيدخل بعد ساحة القتال، وهيفضلوا هناك لمدة شهر. وبما إنك متفرغ تستطيع الذهاب لجمع الموارد والحصول على بعض الخبرة، وإنت لديك موهبة فريدة، وهتكون خسارة لو فوتت مثل هذه الفرصة. وبيشكره ليون على ذلك. وبعد 3 أيام بنشوف ليون في المكتبة ومعاه كتب وبيحاول يتعلم، ولكنه يشعر بالإحباط وبيقول: تبا، هذه الأشياء صعبة الفهم ولا يمكنني فهمها أبدا. ولكن بيقول لنفسه: ولكن يجب أن أتفائل. وبيفتكر لما كان تانج بيعطاه ورقة، وقتها قال له إن هذه خريطة الدخول للمكان السري، والمدخل متواجد في المكان المظلم من ساحة القتال، وادي السور عند جبل مولوخ. وسمعت إنك ذاهب لهناك بعد فترة، لذا هعطيك هذه. ولما بيحاول ليون قراءتها بيجد صعوبة في ذلك، وبيقول: ما هذه الخريطة؟ بحق الجحيم، ولماذا لا يمكنني فهم أي شيء؟ بيرد عليه تانج قائلا: إن هذه النصوص من لغات قديمة، وعشان يفهمها لازم يتعلم هذه اللغات، والأمر عائد لك سواء استطعت أم لا. وبعدها بيقول ليون إن جبل مولوخ يبعد 130 مليون و800 ألف و600 كيلو متر عن ساحة قتال وادي السور السحري. وهنا بتظهر بنت وبتقول لبطلنا إن ساحة قتال جبل مولوخ هو بعد عظيم وخطير ومظلم. وبنعرف إنها الأنسة ليو، وبتقول لبطلنا: إذن لم تكن تبحث عن معلومات عن ساحة قتال وادي السور السحري، ولكنك تبحث في ذلك المكان الخطير. ولكن بطلنا بيحاول يطمنها وبيقول لها: لا شيء، إنه مجرد فضول فقط، وسمعت عن هذا المكان من فترة. بتقول له وهي غاضبة: أنا لا أصدقك، وهل تعرف كم هذا المكان خطير؟ وبتقول له وهي بتعيط: حتى لو كنت تمتلك مهارات قوية أو كنت من عائلة سرية، ذلك المكان ليس المكان الذي تذهب إليه إذا أردت ذلك. وهنا ليون بيمسح دموعها وبيقول لها: لا بأس، وأنا عارف إني دائما أجعلك تقلقين على مغامر أحمق مثلي، أنا حقا آسف. بتقول له ليو: اعتقدت إن المكان خطير جدا
هناك. لهذا السبب كنت قلقة جدا. وبيكمل ليون كلامه وبيقول لها: ولكن هكذا تسير الأمور في هذا العالم، حتى لو كان خطيرا لابد أن تفعل ما عليك فعله، هذا كل ما في الأمر. وبيطمنها قائلا: هوعدك إني هرجع حيا من أجلك مهما حدث. وهنا ليو بتمسح دموعها وبتقول له وهي محرجة: ما يهمنيش لو رجعت حيا أم لا، وقصدك إيه إنك هترجع حيا من أجلي؟ وهنا يبتسم ليون قائلا: ها هي الابتسامة، لا زلت تبدين جميلة عندما تبتسمي. وبتقول له وهي ذاهبة: أنا لا أهتم بعد الآن، أيها الغبي، لازم تعرفني لو حصلت لك مشكلة. بيرد عليها قائلا: تمام. وقتها بنلاقي فريق بطلنا مختبئ وبيراقب بطلنا، وبيقول تشانج: ليون مشهور جدا. وبيكمل جي قائلا: ليون هذا الفتى جيد في اللعبة. وبيقول الآن وهو مصدوم: ليون جعل ليو تبكي. أما الأنسة لي فهي غاضبة جدا من هذا الموقف. وبعدها بيرجع ليون يبص على الخريطة الخاصة بجبل مولوخ وبيقول وهو متوتر: يبدو أن هذه الرحلة خطيرة جدا. وبعدها بنشوف ليون بيملى استمارة وبتقوله الموظفة إن هذه هي استمارة التسجيل، واذهب لدفع رسوم التوصيل وهتكون انتهت. وهنا بينزعج بطلنا لما يعرف إن الرسوم كانت 500 ألف من أجل الذهاب للبرج. وفي نفس الوقت بيظهر بنتين وبيتكلموا مع بعض، وبتقول واحدة منهم: أنا جيت هنا علشان عايزة أصل الجليد البارد لصقل سيفي. وبتكون دي هي شو تشينج ولين لي. وبتكون لين لي متفاجئة من كثرة وجود المستيقظين الفديين. بتقول لها شو تشينج: بالطبع عشان كل اللي بيجي لهنا محترفين. وبتقول لين لي على ليون إنه مستيقظ كريستال أسود. فبتقول لها شو تشينج: وجود أشخاص كهؤلاء ليس مفاجئ رغم أنهم في مستوى صقل الكريستال الأسود، إلا أن قوتهم القتالية أكبر بكثير من الشخص العادي. ولكنها فجأة بتشعر إنه مألوف جدا بالنسبة لها وشايفاه قبل كده. ولما بيشوفها ليون بينصدم وبيخاف وبيقول مع نفسه: هي ليه هنا؟ هي ولين ليه؟ وبيقول وهو حزين: أكتر بنتين يكرهوني في العالم موجودين هنا. وبتقوله شو تشينج: أيها السيد. فبيغير ليون شكله بسرعة وبعدها بيقول لهم: تبين أنكم فتاتان جميلتان. ولين لي متفاجئة من شكله وبتعتذر له شو تشينج لأنها كانت مفكراه شخص تاني. وقتها بيكون ليون بيلف عينه بالعافية وبيقول لها: أنت فتاة جميلة وطريقة كلامك مع الرجال هتجعلك تنخطفي، ألم تخبرك أمك بهذا؟ فبتغضب شو تشينج منه، ولكن بتمسكها لين لي علشان يمشوا. وبتقول شو تشينج مع نفسها: هذا الوجه البشع يشبه ذلك القرد تماما، واللي بتكون قصدها على ليون. ولما بيغادروا بيرجع ليون شكله من تاني. وهنا ليون بيلاقي واحدة بتبيع أقنعة فبيشتري منها قناع وبيلبسه. ولما بيشوف المدينة بيتفاجئ من جمالها، ولكن بتضربه شو تشينج على راسه وبتقول له: أيها الوحش البشع، أنت بتعمل إيه هنا؟ وهل تمت إخافتك من طرف عالم النجوم السيلف المتدفق؟ فبيستغرب ليون من اسم السيلف المتدفق، وشو تشينج مستغربة من قناعه واللي بيكون عبارة عن سمكة. ولكن بتقوله إن السيلف المتدفق هو مؤسس نقابة المستيقظين وأول شخص أيقظ قوة التدفق، وخلال تلك العصور المظلمة كان هو من أعطى البشرية أمل. فبيقول ليون بكل استغراب: العجوز عمره أكتر من 200 سنة وهو لسه عايش حتى؟ فبتقوله شو تشينج: الراجل العجوز في صحة جيدة، وأكيد هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها لهنا، أليس كذلك؟ ولا تقلل من قوة نقابة المستيقظين اللي بنت البرج، ولولاهم لما كنت هتعرف كيف مت حتى. فبينصدم ليون وبتكمل شو تشينج وبتقول إن برج المجد لا يضم 108 طابق فقط، بل يضم 180 طابق يمتد تحت السطح داخل البرج، والناس بيسموه برج السكوت. وفقط أولئك الذين تمكنوا من السفر إلى المكان المظلم وحصلوا على تذكرة السكوت هم فقط المؤهلين لدخوله. فبيستغرب ليون وبيقول مع نفسه: منطقة مظلمة؟ المكان الذي أتوجه إليه هو منطقة مظلمة أيضا. وبعدها بنشوفه عند برج المجد وبيكون مستغرب
فبتقول له شو تشينج، مفيش حاجة في العالم ده أغرب من وجهك، وأنا هدخل وأسيبك لوحدك. وبيقول ليون بكل حماس: برج المجد، دعني أرى ما أنت عليه. ولما بيدخل ليون بيلاقي 3 أبواب، وبيكون الأول هو المتدفق، والتاني هو المتدفق والخارق، والتالت هو المتدفق القديس. فبيستغرب ليون، ولكن بيقول له النظام إن المستيقظ الخارق هو علم تجاوز طبقة التدفق، والمستيقظ القديس هو كيان تجاوز المستيقظ الخارق. فبيستغرب ليون إن في مستوى أعلى من كريستال قوس قزح، وده معناه إن يمكنني دخول باب المتدفق فقط حاليا. وبيتفاجئ إن كل باب يمتلك تصنيف، وبيلاقي مهووس القتال موجود في التصنيف. فبيقول ليون إنه لن يخسر ضده. وهنا بيقول النظام: تحذير، أنت موجود في مكان شيطاني. وهنا النظام بيفحص برج المجد، وبيقول لبطلنا بالانتظار قليلا. فبيستغرب ليون من هذا الأمر، وبيقول إن عالم النجوم بناه المتدفق السيلف. وهنا بيقوله النظام: اكتملت عملية مسح برج المجد، وتم إضافة خريطة تسكع الظل، وتبين إن البرج ينقسم إلى أكثر من 3000 جزءا بعديا منفصلة. وبيحذره النظام، وبيقوله إن البرج هيمتص كل طاقته الروحية بعد موته. فبيتفاجئ ليون، وبيسأل النظام عن اللي يقصده. بيقوله النظام: أي متحدي يموت داخل البرج فإن طاقته الروحية هيتم امتصاصها من طرف مالك البرج. وليون مصدوم من هذا الكلام، ولكن لدرجة وجود احتمال موت الناس هذا غير معتاد. وهل يعقل إن في حد يستغل نظام المكافآت لاستدراج الأقوى لدخول البرج عشان يمتص طاقتهم الروحية وتوسيع عالم النجوم؟ ألم يكن المتدفق السيلف هو اللي بنى هذا البرج، وهو أول بطل البشر يستيقظ؟ كيف يعقل هذا؟ وبيقول النظام بفحص البرج بالكامل ويحاول إيجاد المتدفق السيلف. بيقول له النظام: اكتمل المسح العميق وتم إيجاد آثار المتدفق السيلف. فبيسأله ليون عن مكانه. بيقول له النظام إن البرج بعد اكتمال الفحص المتعمق خمن النظام إن هذا البرج هو تجسيد مشترك بين السيد والعالم البعدي. فبيستغرب ليون من هذا الأمر. إذن فهو بيراقب كل تحركاتي الآن. فبيكمل النظام، وبيقول إن المتدفق السيلف أراد أن يصبح حاكما حقيقيا، وفي سبيل تحقيق ذلك هو يقوم بجمع النجوم ال12، ووعيه قد ضاع في الفراغ مؤقتا. واللي بيتحكم في البرج حاليا هي كائنات ذكية منخفضة المستوى من نوع ما. وبينزعج ليون من هذا الكلام، وبيقول 12 نجم من أجل أن يصبح حاكما حقيقيا، وبيكون السيلف كاسف 7 منهم فقط، وتبقى له 5 من أجل أن يصبح حاكما حقيقيا. وبيقول ليون بكل غضب إن هذا الشخص اللي المفروض كان بطل البشر كلهم ينوي قتل الناس من أجل أن يصبح حاكما، هذا مقزز. وبيقول وهو بيخش الباب: لأنك جيد جدا في استغلال الناس، دعنا أيضا استغل المكان للحصول على بعض الفوائد. وبيخش مكان الاختبار، ولكن بيتفاجئ إن المكان فاضي، ولكن بنلاقي إن الوحوش مختبئة فوق الباب وبتهجم على ليون. ولكن بيلاحظ ليون وجودهم في آخر لحظة وبيعرف يتصدى لهم، ولكنه بيتعرض لإصابة في إيده. وبيتفاجئ إن الوحوش هي فئران، وبيقول مع نفسه: سمعت إن قوتهم تساوي قوة متدفق أعلى من مستوى الكريستال. وبيقول على السيلف إن كيف يمكنه إطلاق 9 منهم في نفس الوقت مع إنهم مجرد اختبار بالمستوى الأول. يا له من وغد، وكم من الناس عايز يقتل. وهنا الوحوش بتستعد وبتهجم على الليون، ولكن بيستعد ليون وبيقول للنظام تفعيل الظل. وهنا بيظهر الظل رقم 2 وبيهجم على الوحوش، ولكن بيكون في مجموعة تانية بتهاجم عليه، ولكن الظل الآخر بيهجم عليهم وبيقتلهم. فبيقول ليون للظلين إن هما اتعلموا العمل معا بعد التدريب المتواصل في ساحة القتال البعدية، ويبدو إن هذا المكان تم تنظيفه. وبيأمر 1 و2 بالرجوع. وبيتفاجئ بطلنا إن في شيء بيخرج، وبيعرف بطلنا إن هذه هي لوحة التبديل. وبيلاقي إن أثر الجليد ب100 عملة برج، وأثر ضربة البارك البعدية ب100 عملة برج. وبيلاقي تاني تقنية مقدسة وقوة تأمل التدفق وكريستال المستوى الكامل وريح دم تنين، واللي تتوفر فقط في البعد السادس فقط.
وبيتفاجئ إنه يمكنه الحصول على أشياء ثمينة كهذه عن طريق المبادلة. وباللي عجب إن الكاسين المتدفقين بيراهنوا بحياتهم لتحدي البرج. وبيلاقي دم حاكم الظل وبيكون سعرها 2500 عملة من عملات البرج. وبيفتكر البطانة لما كان فتح صندوق ولقى جواه بذرة، فبيقول له النظام مبارك على المضيف حصوله على الكنز السري بذرة الظل. وقتها البطانة ما كانش عارف ايه هي دي وما هي ماهيتها او استخداماتها، فبيسأل النظام لو كانت كنز ولو كانت حقيقية او مزيفة. وبيقول له النظام إن هذه البذرة يجب أن تسقى من دم حاكمة الظل من أجل أن تزدهر وتثمر، وبعدها يمكنك الحصول على الكنز السري. وهنا بطلنا يشعر بالإحباط لأن حاكمة الظل هي مخلوق من البعد السابع تعيش في أعماق الظل ومن الصعب التواصل معها. وهنا بنرجع وهو قدام اللوحة وبيقول مستحيل بالنسبة لي الحصول على دمها، ولكن من المذهل حقيقة إن شيئا صعب إيجاده كهذا يمكن مبادلتها. وبيقول هو منزعج، يبدو أن عليه إيجاد طريقة للحصول على هذا الشيء، ولكني أمتلك 10 عملات برج فقط. وهنا بيحذره النظام وبيقول له إن طمع المضيف في تزايد، رجاء الحذر والتصرف بعقلانية. وهنا بيكمل ليون نزوله وبيقول إن هذا مجرد الطابق الأول، وبعد الصعود في الطوابق لا أعتقد إن هذا سيعتبر مشكلة كبيرة. ولما بيروح للمستوى التاني بيلاقي 19 فار من مخلب الجحيم، وبينجح ليون في اختراق البرج وبينتقل للمستوى الثالث وبيكون فيه 29 فار، وبينجح ليون في دخول البرج وبينتقل للمستوى الرابع وبيكون فيه 39 فار مخلب الجحيم، ولكنه بيقدر يخلص عليهم وبينجح في المستوى. وبعدها بيقول هو مرهق المستوى الخامس من برج المجد، لقد وصلت إلى الطابق الخامس دون أن أنتبه إلى ذلك. وهنا بنلاقي مجموعة من الفئران وبيقول ليون يبدو أن من الضروري التقدم بحذر وبجدية من الآن. وبنعرف أن في الدور الخامس في 49 فار مخلب الجحيم وسيد حرب واحد. وهنا بطلنا بيطلع الزلين وبيهجم رقم 2 على الوحش بالسيف، ولكن بيلاحظ الوحش هجومه وبيهجم عليه وبيخبطه في الأرض، فبيأمر ليون رقم 1 بالهجوم من جهة اليسار، وبيقول لرقم 2 إنه يخدعه ويجذب انتباه سيد الحرب باستخدام قوة النار. وفعلا بنشوف نار بتطلع من مكان وقوع رقم 2، وبعدها بيطير ليون في الهواء وبيقول لرقم 1 إنه يقتل الفئران الصغيرة. وبعدها بيخرج ليون كوس الغراب وهو بيقول بما إن لا فائدة من القتال القريب سأعتمد عليك أيها الأخ الأكبر رالف. وهنا بيهجم ليون على سيد الحرب بمهارة خسوف القمر، فبيتوتر سيد الحرب والهجمة بتيجي فيه وبيستخدم ليون عليه الانفجار، فبينفجر سيد الحرب وبيموت أخيرا وبيفرح ليون من ذلك وبيلاقي الكثير من العملات. وبعدها بيلاقي إن رقم 2 خلص على كل الفئران الصغيرة، وبيحاول ليون يحسب كام عملة جمعها من الطوابق لعند دلوقتي، ولكن بيروح لبوابة النزول وهو بيقول سيستمر في اختراق الطوابق واحدا تلو الآخر هكذا. وبعدها بنشوف بنت بتقول إن عائلة يون خاصتنا لم تكن نشطة من عدة أيام وما الخطب، وبتكون دي هي واحدة من معجبين ليون. فبيقول الشخص اللي قاعد معاها يبدو إن تانج هو من فاز داخل الدرع السحري ولم يجرؤ ليون على الظهور مجددا. انظر حتى ليون ولي فينج لم يجرؤوا على الظهور في ساحة القتال البعدية. فبتقول لهم معجبة ليون هذا هراء، إنه يستطيع الفوز في العالم الحقيقي أيضا، ولكن بيظهر بث عرض خاص والبث بيكون خاص، وبيكون البث هو الرسالة إن ليون من القارة المركزية كمتدفق كريستال عادي تمكن من تجاوز الطابق العاشر من برج المجد، وبتوصل الرسالة للكل. فبينصدم الولد اللي كان بيتكلم على ليون من هذا الأمر، وبنشوف واحد ماسك معلومات عن ليون والتي هي إن معبد الحرب قال إن ليون مسجل عندهم كممتحن. فبيقول الشخص الغامض مع ابتسامة أولئك العجائز كانوا سريعين في إرسال المعلومات. وبعدها بيقول من هذا المكان أعين ليون كلواء لمدينة جينج، وأنا وعائلتي مؤهلين رسميا للإقامة في مدينة جينج في القارة المركزية، وأنا من منح إقامة اللواء. وبيظهر القرار ده كرسالة
لعند الكل، وبتكون في رسالتين. الأولى هي أن معبد الحرب صنف ليون كممتحن وحصل على التأهل لمحاكمة معبد الحرب. والرسالة التانية هي أن مدينة جينج في القارة المركزية تم تعيين ليون كلواء للقارة المركزية، وتم منح إقامة النجم الشاب الإذن لتشكيل حرس خاص. واللي بيخلي الجميع متفاجئ جدا إن معبد الحرب ونقابة المستيقظين بيتسابقوا عليه، ورد فعلهم سريع. وبيقول الراجل العجوز وهو مستغرب: هل هذه طريقة التحاق متدفق عادي؟ وبتقول مراته: هذه هي أول مرة أرى فيها شيئا كهذا طوال حياتي. ويبدو أنه شاب مبهر حقا. وفي نفس الوقت عند برج المجد في الطابق العاشر بيكون ليون بيتحدى 99 فار مخلب الجحيم وخمس أسياد حرب وملك جحيم واحد. وبيقدر ليون يرمي ملك الجحيم في الهواء، وبيهجم عليه بمهارة خسوف القمر والانفجار، وبيخلص على ملك الجحيم. فبيقول ليون وهو مرهق: لقد فزت، وقد وصلت إلى حدي تقريبا، وعدت فترة طويلة من آخر مرة قاتلت بكل ما لدي من قوة، والآن أنا حقا عارف ما أنا قادر على فعله. ولو شكلت فريقا مع رقم واحد واتنين يفترض أن أكون قادرا على هزيمة مستيقظ الكريستال الذهبي. وبعدها بيروح علشان يشوف معاه كام عملة دلوقتي، وبيكسب 300 عملة دفعة واحدة من العملات الذهبية بسبب قتله لملك الجحيم. ولما بيحسبها بيلاقي إنه وصل ل 2730 عملة برج. وبعدها بيروح لعند دماء حاكم الظل، وبيقول إن ده معناه إن يمكنني الآن. وهنا ليون بيقرر أخيرا إنه يشتري دم ملكة الظل. وبيقول له النظام: بما إن المضيف مستيقظ كريستال عادي سيكون الارتقاء في البرج صعبا نوعا ما، وهتحصل على جوائز إضافية. ومستيقظين الكريستال العادي يحصلون على نقاط إضافية. وبيفهم ليون الأمر، وبيضغط ليون على زر الشراء، وبيظهر ضوء شديد اللمعان. وبيتفاجئ ليون من هذا، وبينتقل لمكان غريب فيه ميزان. وبيكون ليون مستغرب، وبيقول له مسؤول البرج: يرجى تقديم نقاط البرج خاصتك. وفعلا بيذهب ليون لعند الميزان، وبيحط عملاته على ناحية منه، فبتختفي وبيظهر دم ملكة الظل في يد ليون. فبيقرر ليون يدخل عالم الظل، فبيغمض عينه وبيستعد للانتقال. فبينتقل لعالم الظل وبيفتح عينه، ولكن بيتفاجئ ليون إن في الكثير من الأشياء، وأيضا في حالة من الفوضى. فبيضطر ليون يذهب للبحث عن بذرة الظل، وأخيرا بيلاقيها، وبعدها بيزرعها وبيحط عليها دم ملكة الظل. وبيظهر من البذرة زهرة، وبيخرج منها ضوء شديد اللمعان، واللي بيدفع ليون للخلف. فبيخاف، ولكن بيتفاجئ من اللي زرعه، وبيلاقي فتاة صغيرة هي اللي جوه الزهرة. وهنا بيهنيه النظام على ولادة ملكة الظل بنجاح. وقتها بتكون البنت اللي في الزهرة نايمة، فبيكون ليون مبسوط من لطافتها، وبيشعر بالحب اتجاهها زي الحب الأب لبنته. ولما بتفتح البنت عينيها وبتستيقظ بيقول لها ليون على اسمه، وبيسألها على اسمها. فبتنظر البنت لليون وبتنادى عليه على إنه والدها، وبتقول له يا بابا. وليون مصدوم جدا من هذا لدرجة إنه اهتار للخلف. فبتكون البنت مستغربة، فبيقول ليون بكل صدمة: حياتي تستحق ذلك؟ وبعدها بيمسك البنت، وبيقول إنه لم يتخيل أبدا إن البذور يمكنها إنبات طفلة صغيرة. وبيقول لها: أنت هتجعلني مندهشا من اليوم فصاعدا. وهنا بيخرج صوت من بنتنا الصغيرة واللي شكلها كده جعانة. فبيسألها ليون لو كانت جعانة، ولكن مش بيكون معها أي حاجة تاكلها. وبيقول لها ليون: اصبر شوية، ولما نطلع من هنا هدور لك على أي شيء تاكليه. وهنا بنتنا بتعيط، فبيزعل ليون من هذا الأمر وبينكسر قلبه علشان هو مش عايزها تعيط، وبيكون عايز يجيب لها أي شيء تاكله. فبيقوله النظام إن ملكة الظل تتغذى على الدم فقط، ويمكن للمضيف إطعامها من دمه. فبيستغرب ليون إن طعامها هو شرب القليل من الدم فقط، وده هو غذائها. وفعلا بيعطيها بطنها صبعه، وبيقول لها اشربي زي ما انت عايزة، أنا مش هاممني حاجة، والدم كتير والحمد لله. ويا ريته ما قال كده. وفعلا بتمسك بنتنا الصغيرة صبعه وبتشرب منه الدم. فبيقول ليون مع نفسه بكل سعادة: من أجل ابنك هذه
ما أهمية خسارة بعض الدم إلى جانب أنها صغيرة جدا ولا يمكنها شرب الكثير. ولكن بعد شوية بيغير رأيه وبيتألم جدا، وبيقول لها ليون انت ازاي يمكنك الاستمرار في امتصاص الدم؟ ده حتى في اللي يمكنه شرب هذا القدر. فبيقول له النظام ان ملكة الظل تحتاج الكثير من الدماء منخفضة الجودة لإشباع جوعها، واللي بيخلي اليوم منزعج جدا. وبعد نص ساعة بتنتهي بنتنا أخيرا من شرب الدم، ولكنها تقريبا خلصت على كل الدم في ليون، وبيكون فاضل شوية وليون يودع الحياة. فبيشرب مشروب صحي، وبيقول إنه لم يتخيل يوما ما إنه سيكون على وشك الموت بسبب العناية بطفلة صغيرة. وبعدها بنلاقي الطفلة جنب راسه وحضنها بكل محبة. فبيقول له النظام إن ملكة الظل يمكنها التحرك في طبقة الفراغ، وإذا لم ترد للآخرين أن يشوفوها فلا يمكنهم ذلك. فبيفرح ليون من هذا الأمر. وبعدها بيقول له النظام إن قدرة ملكة الظل هي قوة نسخ الصقل. فبيستغرب ليون، ولكن بيأكد عليه النظام وبيقول له أيوة يمكنها نسخ صقل أي متدفق تحت التصنيف المقدس. فبيقول ليون وده معناه إنها أفضل مني حتى. فبيقول له النظام هذا ليس ما في الأمر، لأن أساس الصقل الذي يمكنها استنساخه يعتمد على مقدار القوة التي يمكنك غرزها فيها. وقتها بنتنا الصغيرة بتلعب، فبيفهم ليون كلام النظام وبيقول للبنت الصغيرة فلنذهب، والدك هيعلمك القتال. وبعدها بيذهبوا للبرج، وبيكون ليون مستغرب إن مفيش أي فئران بل تغيرت إلى طيور. فبيقول له مسؤول البرج الطابق ال12 من برج المجد فيه 9 طيور شيطانية. وقتها بنلاقي بنتنا متحمسة جدا وفرحانة وعايزة تقاتل، وهنا بتهجم على الطيور ولكنها بترجع تاني وهي خايفة جدا وبتعيط لأنها خايفة من الطيور الشيطانية. وهنا بيحاول واحد من الطيور الشيطانية الهجوم على البنت الصغيرة، فبيحذرها ليون بسرعة وبيذهب لعندها بسرعة خاطفة وبينقذها في آخر ثانية، واللي بيخلي الوحش الشيطاني غاضب جدا ومنزعج. وهنا بيقول لهم ليون أيها الطيور الأوغاد كيف تجرؤون على فعل هذا لابنة شخص؟ وبيكون بطلنا غاضب جدا من هذا الأمر وبيقول لهم بكل غضب هرسلكم جميعا إلى الجحيم. وهنا بينزل البنت الصغيرة في مكان آمن وبيقول لها انتظري هنا وسأعود حالا. وهنا بيهجم بطلنا بسرعة خاطفة على أحد الطيور الشيطانية وبيمسك جناحها وبيقطع جناحاتها وبيرميها أرضا. وبيقول للطيور وهو غاضب لا تقللوا من تقدير قوة حب الأب. والطيور بتعاني من هذا الأمر وبيقتل فيهم ليون. وبعدها بيبص على البنت الصغيرة وبيطمن عليها وبيلاقيها بخير وبتلعب. وهنا الطيور بتطير لأعلى وبتستخدم هجمات صوتية، واليون مصدوم من ضغط وقوة الهجمات الصوتية وبيكون مش قادر يحرك جسمه. وهنا بتستغل الطيور الفرصة وبتهجم على ليون، وبطلنا يسقط أرضا يا صديقي وبينزف ليون دم من راسه وبيكون منزعج جدا من الهجمات الصوتية. وبتهجم الطيور عليه من تاني والليون لسه على الأرض، والليون مصدوم وبيتألم كثيرا وبيعاني من هذا الأمر. ولما بتشوف البنت هذا الأمر بتحزن كثيرا وبتنزعج من هذا الأمر. وهنا بتستخدم قوتها وبتسحب الموجات الصوتية اللي عندها وبتاكل كل الموجات الصوتية. فبيستغرب ليون أنها تقوم بجمع الموجات الصوتية باستخدام الهواء، وبيستغرب أكتر إن يمكنها أكل الموجات وما نوع هذه القوة. وبعدها بتقعد بنتنا الصغيرة على الأرض وبتكون شبعانة جدا من أكل الموجات الصوتية. فبيقول لها ليون أيتها الصغيرة تعالي، بما أن يمكنك فعل شيء كهذا فلنقاتل معا. وبتوافق بنتنا الصغيرة على ذلك وبيتحمسوا هما الاتنين. وبعد نص ساعة وفي العالم الافتراضي بيعلن مسؤول البرج إن اليوم من القارة المركزية كمستيقظ كريستال عادي تخطى الطابق ال15 من برج المجد بنجاح، وبيهنيه المسؤول على ذلك. والجميع مصدوم جدا قائلين مستحيل هذا المستيقظ العادي يستمر في تسلق البرج، أليس هذا مدهشا؟ وفي مدينة جي فينج وهي مدينة بالمستوى المنخفض. وهنا بيقول شخص على ليون يا رجل أنت جيد جدا وعرفت أن يمكنك فعلها. وفي ساحة فناء قسم المستجدين في مدينة جي فينج
بالله هناك شخص وهو بيقول إن بطاني عملت ضجة عالمية في القارات الستة بالفعل، والآن أليست الشهرة مبكرة جدا؟ وفي مكان آخر بيكون في واحد بيقول وهو متفاجئ على ليون: وصلت للطابق ال15، لا أطيق الانتظار كي أعود لأنافسك مجددا. وبنلاقي في قلعة عائلة يانج تيان لونج بيكون وقتها وانج قاعد وبيشوف الأخبار، وبينصدم لما بيعرف إن ليون تخطى الطابق ال15 بهذه السرعة، وبيقول إن أكيد والده هيعاتبه على ذلك، ولكني مش هستسلم بهذه السهولة. وبعدها بننتقل في الأحداث لعند مجمع في حصن يون تيان، وبيكون في شخص بيقول: آسف أيها الرئيس، آخر مرة، ولم يقدر بي أن أخطأ الهدف. فبيقول له الرئيس: لم أتوقع أبدا أن يمتلك هذا الطفل مثل هذه الإمكانيات، ويبدو أنه سيكون الورقة الرابحة المستقبلية لمدينة جي فينج، وهيكون تهديدا لنا في المستقبل. وبيكون هذا الشخص متوتر جدا، وبيقول لرئيسه: ماذا نفعل الآن؟ وهذا الشخص قد عين بالفعل كجنرال مساعد، وبقوة ليون الحالية يمكنه معرفة أننا من حاولنا اغتياله. فبيقول الرئيس: اختراق الطابق ال15 بقوة مستيقظ كريستال عادي؟ أليس هذا غير قابل للتصديق؟ ولكن لو كان يمتلك سلالة قديس الحرب فكل شيء منطقي. فبيستغرب الشخص من هذا الكلام، وبيقول له: سلالة قديس الحرب؟ فبيأمره الرئيس يذهب وينشر الأخبار إن ليون يمتلك سلالة قديس الحرب، وكل ما عرف ذلك الكثير من الناس كان أفضل لنا. وهنا يبتسم الشخص بكل خبث وبيقول له: أنت حقا شرير، أنت تحاول القضاء عليه تماما، وعلى كده يمكنك القضاء عليه تماما. وقتها بيكون ليون وصل للطابق ال20، وبيكون مرهق جدا من هذا، وبيقول: على فكرة، يبدو أنه إن تجاوزت الطابق ال20 فيتم تصنيفي ضمن الترتيب، لذا لن تكون مضيعة للوقت. فبيقول له النظام إن لسه يمكنه إخفاء عدد الطوابق اللي وصل إليها كي لا يظهر اسمه بالترتيب. وبيتفاجئ ليون من هذا الأمر، وبيقول له: لما لم تخبرني بهذا مسبقا؟ وبيكون سعيد لأنه يمكنه إخفاء نفسه، لأنه مش عايز يلفت الانتباه، وبيفعل نظام الإخفاء. وبيقول: جيد، حتى لو انتهيت من القتال فلن ينتبه لي أحد. وبيكون في واحد من الناس في الخارج، وقتها بيقول: انظر ذلك ليون قد تجاوز الطابق ال20 بالفعل، حيث وصل لأكثر مرتبة بترتيب المراسلين. فبيقول له زميله: هذه أول مرة يصل بها شخص لهذا المستوى منذ أن تم بناء البرج. وقتها زميلهم الثالث بينظر للترتيب وبيدور على ترتيب ليون، ولكنه بيتفاجئ إن ترتيب ليون اختفى. فبيقول واحد منهم: أيعقل أنه مات؟ فبيقول له زميله: يستحيل ذلك، ولابد أنه أخفى رتبته، والأشخاص الأقوياء مثله لا يحبون جذب الانتباه. وبيقول: على أي حال، لقد تلقيت للتو رسالة بتقول إن ليون لديه فصيلة دم قديس الحرب. فبيستغرب واحد منهم وبيقول: دم فصيلة قديس الحرب؟ ولابد إن مهاراته جبارة. وهنا بيشعر شخص منهم بالقلق، وبيقول مع نفسه إنه لازم يعرف العشيرة بهذا على الفور. وبعدها بننتقل في الأحداث وبنشوف ليون بيخرج من البرج، وبيكون الهواء منعش في الخارج، وبيقول مع نفسه: لقد كان صقلا ممتازا، وحصلت كذلك على أشياء عظيمة. وقتها بيقول الجميع لليون بعد سماع الأخبار إنه ليون، وهل ذلك صحيح؟ فبيقول التاني إنه بيخفي إنجازاته عشان ميعرفش أي حد إلا أي طابق وصل بتلك الأدوات التي يملكها، وربما وصل للطابق ال30 أو ال40، وسمعت أنه يملك فصيل دم قديس الحرب. فبيتفاجئ التاني وقتها بنلاقي بنتين ماشيين وبيتهامسوا فيما بينهم وبيتكلموا على ليون، وبيتوتر ليون من هذا الأمر، وبيقول: انتباه، الجميع موجه نحوي. وبعدها بننتقل في الأحداث لوحدة مرسولين مدينة تيان يون. وقتها بنلاقي شخص بيكلم أخته وبيقول لها: هيا لنعد يا أختي، وأظن إن ليون قد لقى حتفه، ألا ترين لا توجد رتبته حتى، ولو لم يمت فهذا فوق استطاعتي، ولا يمكنني أنا السيد الشاب للمدينة بأن أنتظر شخص مثله. وبنعرف إن اسمه تشو تشينج يانج، ابن سيد مدينة تيان يو. فبترد عليه شو تشينج وبتقوله: توقف عن التذمر، وهذا أهم طلب من والدك، وكن مسؤولا.
وبنعرف إنها ابنة سيد المدينة بالتبني، وبيوافق تشو على كلامها. وهنا بيكون في شخص بيخرج من بوابة النقل، وبيكون ده هو ليون، وبيقول يلا الإزعاج، جهاز الانتقال هذا باهظ التمن. وهنا بتنادى عليه تشو تشينج، واليوم مصدوم من هذا الأمر، وبيحاول يتنكر ويلبس راس الضفدعة، ولكن بتقوله شو لا حاجة للتنكر، وأعلى منك ليون، لا تقلق، أنا مش هنا لإزعاجك، وأنا هنا بأمر من سيد المدينة عشان أخدك لمنزله. فبيقول تشو مستحيل، هل هذا الأخرق هو ليون؟ فبينزعج منه ليون، وبيقول له أنت هو الأحمق. فبيتخانقوا الاتنين وبيشتموا بعض، ولكن علشان بنتنا شو عارفة إننا في رمضان فبتصلح بينهم، وبتبعد تشو بعيدا عن ليون، وبتقول لليون لا حاجة لتضييع الوقت، تعال معانا الآن. فبيرد عليها ليون قائلا لست ذاهبا، ومن يعلم ما الذي تنوون فعله. ولكن بترن عليه الأنسة ليو، فبيرد ليون عليها، ولما بتشوفه بتعيط وبتقوله هو أخيرا رديت عليا، وفكرتك مت في البرج. فبيحاول ليون يطمنها وبيقول لها لا تبكي، وانت ازاي عارفة اني اتيت للبرج؟ فبترد عليه الأنسة ليو قائلة لست أنا فقط اللي عارفة، بل العالم كله يعرف. فبيقول لها ليون وما الذي يعرفه العالم؟ ولكن بتقاطعه من الأنسة شو، وبتسلم على الأنسة ليو، والأنسة ليو متفاجئة من هذا الأمر، وبتسأل شو إنها ليه مع ليون. بتقول لها شو إن والدها أمرها بإحضاره، ولكن ليون يبدو قلقا من هذا الأمر، وليون منزعج جدا علشان هي قطعت حديثهم وهو كان لسه عايز يتكلم. وهنا بتحاول الأنسة ليو تطمن ليون، وبتقوله فلتذهب، وشو هي صديقتي المقربة لذا لن تؤذيك. ولكن بيكون ليون مش عايز يفعل ذلك، ومش عايز يذهب معاها، ولكنها بتعيط له وبتترجاه عشان يوافق. فبيوافق علشانها، وبيحاول ليون يستفز شو، وبيقول لها هيا بنا أيتها الأخت الجميلة. وشو تشينج منزعجة من كلامه، وبتقوله أخبرتك بألا تناديني بالأخت الجميلة، ولو لم يكن أبي هو اللي عايز يشوفك لكنت قتلتك. وقتها عمنا تشو شايف كل ده وبيتفرج عليهم، وبيقول مع نفسه هذا الشخص مزعج جدا، واللي بيكون قصده على ليون. ويا ترى ايه اللي هيحصل في الأحداث القادمة؟ وانتظروا الجزء القادم من حكاية ليون مقاتل الظل. فأتمنى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا على المشاهدة وفي رعاية الله.